الدولة الخسيسة هجمت على اخواتنا في غزة ومحدش اتدخل. بينتقموا من شعب اعزل، ستات واطفال مش قادرين يدافعوا، والموضوع بيتكرر كل سنة بوحشية وانت مش راضي تتغير ولا تاخد الموضوع جد. ايه مستغربني ان حلقت دقني؟ حلمي وزير السعاده اللي كان بيكلمك في ضحك وهزار النهارده بيفتح معاك موضوع انساني. انا قررت اتغير وده دورك انت كمان. مفيش حاجه تعز عليك اكتر من الارض والعرض والمقدسات. لازم تعرف انت فين من الارض ودورك ايه عشان تنقذ اخواتك والارض المقدسه، وايه علاقتها بيك اصلا. اول غلطه انك مسميهم دوله، ودي مش دوله، ده كيان محتل. الدولة الحقيقية اسمها دولة فلسطين. فلسطين هي الأرض المقدسة اللي فيها تاريخ كل الديانات وفيها اخواتنا العرب. الفيديو هيبين لك أصلا ايه علاقتنا بيهم، ويا ترى الأزمة بتاعتهم بدأت ازاي وهتنتهي ازاي، ونعرفها للجيل اللي جاي عشان نحيي القضية في قلبهم. لو عايز تحل أزمة فلسطين مش الحلين خالص اللي في دماغك. لو الحل الأولاني انك بتتكلم على جيوش تخش تجيب حقك وتشفي غليلك، القرار ده أصلا مش في ايديك، في ايد سياسيين وهم حتى الآن سايقين الموضوع صح. وكمل الفيديو هفهمك ليه. والحل الثاني انك تقعد تشير في أطفال بتموت وأم بتتعذب، كده انت بتزود جرحهم مش بتشفي غليلك. انت فاكر نفسك انك بتشارك معاهم، لكن المصيبه ان انت كده قاعد بتولول على النت، برضه ما حلتش الازمه. لكن الحل اولا انك تثقف نفسك، تعرف انت بتواجه مين، تعرف ان الخطر قريب منك ومن دولتك ومن كل اخواتك اللي حواليك. سايب لي العدو وسايب لي القضيه، عمال تتخانق مستني لعيب كوره يطلع يتكلم وممثل يطلع يزعق لك. اهم اتكلموا، عملوا لك ايه؟ مستني منهم رد فعل، عملوه ما فادكش باي حاجه، وفي الاخر نسيت ايه ربنا اللي بتقول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هو عمل صح عمل غلط، انت عليك انك توجه نفسك للصح عشان يوم القيامه هتتحاسب لوحدك. كمل الفيديو للاخر، فيه شويه معلومات تاريخيه اعرفها وعرفها للي في سنك للجيل الجاي، لان المعلومات اللي جايه مهمه جدا. القران اصلا شارحهم بالتفصيل. ما حسيتش ان اغلب الايات عن بني اسرائيل؟ طب ما حسيتش كده ان جه الوقت انك تبحث في القران؟ قوم واتحرك من مكانك وابحث. البحث ده هيبقى تحرك في سبيل الله. قوم. طب انا هتحرك واشجعك ونرجع مع بعض في تاريخ العدو بتاعك وهشرحه لك بسرعه جدا. نرجع لحد فين؟ هو اصلا ما عندوش تاريخ. نرجع ل 1948 لما اعلنوا نفسهم دوله، ولا نرجع اكتر في 1917 في وعد بلفور، ولا نرجع سنه في 1907 لما اقروا المؤامره، ولا اقول لك مش هو اصلا مذكور في القران؟ ما تيجي نرجع من ايام الانبياء. عارف هم ليه بيسموا نفسهم ولاد العم؟ تعال نرجع لابو الانبياء سيدنا ابراهيم. خلف مين؟ سيدنا اسحاق وسيدنا اسماعيل. سيدنا اسماعيل في اخر نسله حبيبك النبي عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد. سيدنا اسحاق خلف سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب خلف سيدنا يوسف واخواته. هم بقى من نسل اخواته. مين اخواته؟ اخواته دول اللي لموا يوسف في البير، اللي اصلا ابوهم كان نبي وجدهم كان نبي واخوهم نبي. تخيل عيالهم عاملين ازاي. سيدنا يوسف وعارفين قصته كلنا، موجوده في سوره يوسف بالكامل. انت دخل مصر في عهد الملك اخناتون لما دخل اخواته وقتها في ال7 سنين العجاف. فاكرين الايه بتقول فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. فبدعوه من سيدنا يوسف هم عاشوا وسط المصريين، وطبعا اخوهم عزيز مصر، فطبعا التنكوا وتعاملوا وحش، فالمصريين كرهوا معاملتهم. فضل الموضوع يكبر ويتورث لما الناس كلها ابتدت تتضايق منهم ان هم معاملتهم وحشه، نسل اخوات سيدنا يوسف، لغايه ما وصلنا لمرحله فرعون. تاني اكتر كلمه اتذكرت في القران بعد اول كلمه اللي هي سيدنا موسى. فرعون بقى وكان حكايته حكايه، كان ملك مصري قعد اكتر من 70 سنه في الحكم لغايه ما جاله سيدنا موسى وهارون. فربنا قال لهم في القران اذهبا الى فرعون انه طغى. فساعتها كان فرعون بيعمل ايه؟ بيعذب المصريين وبيعذب اليهود بقى بيذلهم. فرعون كان بيعذبهم بطريقه غريبه جدا، اول مره تحصل في التاريخ، ان هو كان بيستحيي النساء وكان بيذبح اطفالهم، لغايه ما ربنا ارسل سيدنا موسى وسيدنا هارون لمين؟ لفرعون. فهم اعتبروا ان سيدنا موسى هو المنجي بالنسبه لنا، عشان كده اغلبهم ابتدى يلتف حواليه. الى حد كبير منهم امن وحد كبير منهم كان عايز يهرب وخلاص. كانوا بيكرهوا المصريين كره لان هم كانوا خدامين عندهم. فلما نووا مع سيدنا موسى ان هم يهاجروا، سرقوا الذهب بتاع المصريين واجتمعوا كلهم. شوف برضو خبث اليهود، لدرجه ان هم لما وقفوا قدام البحر وربنا شق البحر عشان خاطر سيدنا موسى يعدي، ومعاه مين الناس المؤمنه بيه؟ هم اليهود برضه. وجي وراهم فرعون بالجيش بتاعه، كانوا هم بيعدوا بيرفعوا ايديهم يا رب نجينا، كانت جيوبهم بتشخلل من الذهب اللي سارقينه من المصريين. يعني انت بتدعي ربنا وانت في نفس الوقت خبيث. انت متخيل الطينه الواطيه عامله ازاي؟ فلما عدوا البحر وربنا اغرق فرعون بظلمه، وصلوا عند قوم يعبدون العجل. فسيدنا موسى سابهم وراح لفين؟ راح لربنا لما قعد 40 يوم فوق الجبل. وهنا رجع سيدنا موسى من الجبل وكان معاه التوراه مكتوبه في الالواح، حتى مسك
مسك بدقن اخوه هارون وقال له انت ازاي سبتهم؟ فقال له ان هم كانوا اقوى مني، وكان منهم واحد اسمه السامري عمل لهم عجل من الذهب اللي هم سرقوه من المصريين. وبعدها قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انت متخيل الجحود بالنبي اللي عدى بيهم البحر؟ ويتحطوا بعدها في اختبار تاني موجود في القرآن، وهي قصة اصحاب السبت، وانا كنت عملت عنها فيديو هتلاقيه في اول كومنت. اصحاب السبت ان كان بتاتيهم حيتانهم، يعني الاسماك الكبيره، عارف السمك الكبيره اللي هو قد الحوت كده، كانت بتجيلهم يوم السبت بس، وبقيه الاسبوع مش بتجيلهم. فكان محرم عليهم ان هم يصطادوا يوم السبت، عشان خاطر اللي هيصطاد يوم السبت هياكل بس هيبقى بعيد عن طاعه ربنا. هم قال لك احنا ملناش دعوه، احنا عايزين ناكل، وراحوا اصطادوا يوم السبت. فجزء اتقلب منهم قردة وخنازير، والجزء الثاني اللي امن وانصاع لامر النبي موسى ربنا اختبرهم الاختبار الثالث ان هم يدخلوا الارض المقدسه. قالوا له ايه بقى؟ قالوا يا موسى لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. انت متخيل الجرأه والوطو؟ ربنا عدى بيهم البحر وربنا خلاهم يشوفوا الجزء الثاني من زمايلهم ممسوخين، ردوا وقالوا ايه للنبي اللي هم عارفين انه منزل من عند الاله؟ فاتحكم عليهم يتوهوا في الارض 40 سنه، عاشوا فيها ممزقين ومفرقين، وما خرجش منهم غير مش بقى السلاله اللي بعدهم، سلاله احفادهم هي اللي عرفت تخرج. والكلام ده كان في سيناء عندنا. ولما مات سيدنا موسى جه سيدنا عيسى عليه السلام، قالوا عنه ايه؟ قالوا ان هو ابن زنا، حاشاه. ولما كبر كذبوه وادعوا عليه وقالوا ان هم قتلوه وصلبوه. ربنا قال في القرآن وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهم نفسهم قالوا ايه؟ يد الله مغلولة غلت ايديهم، بنص القرآن. ولما ربنا رفع سيدنا عيسى الى السماء فضلوا هم يقاتلوا الحواريين عشان ما يبقاش في دين في الارض، وكانوا معترفين ان هيجي نبي ولكن فاكرين ان هو من سلالتهم اللي هو من سلالة يعقوب واسحاق. فيجي حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد من سلالة مين؟ سيدنا اسماعيل. فطبعا اتجننوا ازاي يجي من العرب ويجي من سلالة مش من عندنا؟ فاتجننوا طبعا لما عرفوا ان النبي الجديد مش من نسلهم، ده من شبه الجزيرة العربية. عملوا ايه؟ قالوا عنه مجنون وشاعر وكذاب ورفضوا الايمان بيه. وبسببهم قامت غزوة لما تعرضوا لامرأة كانت توصف بالعفة والطهارة والشرف، وده طبعا كان عكس صفاتهم القميئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام قدامهم الغزوة وأجلاهم من بني قينقاع. اليهود كان بينهم عهود ومواثيق ما بين النبي، فخلفوا العهود وخلفوا المواثيق، فربنا نصر النبي عليه الصلاة والسلام وأجلاهم من بني قريظة. وبعد بني قينقاع حاولوا ان هم يختلوا النبي، بس ربنا نجاه، وده كان من أسباب غزوة بني النضير، وربنا نصر النبي عليه الصلاة والسلام. وفضلت الأحداث تتوالى لغاية ما جت غزوة خيبر، والنبي أجلاهم بالكامل من المدينة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يومها عاش اليهود بلا وطن ولا مأوى، مشردين في كل حتة في العالم، نفسهم ان هم يتجمعوا. وطبعا علشان لسانهم خبيث ابتدوا ان هم يترقوا ويشتغلوا ويلموا فلوس ويبقى ليهم نفوذ، ولكن لسه بلا هيكلة، لغاية ما جت سنة 1907 ورئيس الوزراء بتاعهم كامبل بانيرمان عمل اجتماع مع كل دول اوروبا، واتفقوا ان هم يحدثوا ثغرة في الوطن العربي. قال لك احنا لازم نزرع علينا كيان في النص ما بين الوطن العربي، لان الوطن العربي بيشكل علينا خطورة. فكروا بدهاء، قال لك احنا نبقى موجودين في الوطن العربي كجسم غريب، نحاول ان احنا ننشئ عدم استقرار، نقلل النمو، نقلل الازدهار، الشوكه بتاعتنا تتقل شويه، لغايه ما وصلنا سنه 1917 اللي اتمكنوا فيه بوعد معين ان هو يدخلهم في الارض ويبقى ليهم ساعتها كيان وان هم يقدروا يعيشوا. الوعد ده اسمه وعد بلفور، وعد من لا يملك لمن لا يستحق، لان الاراضي ساعتها العربيه كانت محتله، فالمحتل اداهم قرار بالجلوس وسابه ومشي. فهم طبعا قعدوا بناء على القرار ده، وهنعمل فيديو بالكامل على صفحتي هنا محمد حلمي الايام الجايه عن وعد بلفور ومصيبته السوداء. فضلوا بقى يتخابسوا ويتوغلوا لحد ما مالوا 78% من ارض فلسطين، وزقوا اهل فلسطين على منطقه غزه والضفه. فطبعا ابتدوا يملوا كيانهم ويبنوا لنفسهم، وبدعم من اوروبا وبدعم من امريكا، وابتدوا هم بقى يعملوا ذريعه هنا، وقعوا العرب في بعض من هنا، وهم عمالين يتوغلوا وينهبوا في ثروات البلد اللي سموها اللي ما تتسمى، وتتوالى الاحداث لحد النهارده. فانت كده عرفت التاريخ اللي غالبا ما حدش قاله لك قبل كده. هيفضل عندنا التاريخ السياسي اللي في اخر 100 سنه، هقوله لك في فيديو جاي على صفحتي محمد حلمي، لازم تستنى وتشوفه لانه مليان تفاصيل اكتر. اديك عرفت ديلهم النجس اللي مذكورين في القران ان هم اصلا واطيين بيحاربوا ربنا، وهم ناس بتستحل الدم وبتيجي على الاطفال والشيوخ والعزل، ومش هقدر اقول كلمه ثانيه عشان خاطر الفيديو ما يتقفلش. ولو هتسال دورك ايه، انا شايف ان دورك انك تشير، تعرف الناس كلها التاريخ، تعرف الجيل اللي طالع انه يحيي القضيه في قلبه. عارف بقى انت تحل الموضوع ازاي؟ اولا تدعي للي خلقك، لان انت الوحيد اللي ربنا قال لك ادعوني استجب. فانت لما تدعي انت واقف في ظهرهم، ثقف نفسك، علم نفسك، شوف الخطوه الجايه ايه، شوف اقتصاديا انت المفروض تنجح ازاي عشان تتفوق عليهم، شوف انك تطور نفسك في ايه، ازاي ما تعتمدش على مواردهم، تقوي نفسك، تزق مع بلدك، ولا تنازعوا فتفشلوا
وتذهب ريحكم. انا وزير السعاده محمد حلمي، وبنفس الشنب هتلاقيني بنزل على صفحتي فيديوهات بتتكلم عن بلاويهم السوداء وازاي ان احنا نقدر ننصر اخواتنا في غزه. تابعني على صفحتي محمد حلمي بالعربي او بالانجليزي، فيسبوك وانستجرام وتيك توك ويوتيوب. ويا ريت لو تقدر تعمل شير للفيديو ده عشان تعرف كل الناس المعلومات. وهطلب منك طلب واحد، ما تشكرنيش في الكومنتات، انا والدتي لسه متوفيه فعايزك تدعي لها بالرحمه والمغفره. ويا ريت لو حد بيعمل عمره او في الكعبه يدعي لوالدتي، ده اكتر حاجه هتفرحني. ربنا يرحم والدتي ويرحم شهدائنا في فلسطين ويرحم شهدائنا في كل مكان من الوطن العربي، ويعيننا يا رب عشان ننصر الامه. وعايز اقول لاولاد العم، يا بخت الطلبه بتاعتكم في الدراسه بتاعتها، ولا عندهم تاريخ ولا عندهم جغرافيا ولا دين.